سامعين الصوت؟ صلوا على النبي. ويلا بينا ندخل في تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسلنا الجميل انت من أحببت. الحلقة اللي فاتت وقفت بينا والقلوب في ايدينا، وأركان بيحاول يعترف بحبه لدجلة، والكل كان بيسأل يا ترى هيقولها ولا هيطلع بيشتغلنا كالعادة. وأركان فعلا بدأ يفتح قلبه وهيعترف خلاص. بس فجأة جت الصدمة بمكالمة من فرمان اللي مبيجيش من وراه غير المصايب. فرمان عرف إن صاحبه قدير بقى تحت إيده، وبقى جثة هامدة تحت رجليه. وأول ما قدير نطق اسمه في التليفون، أركان دمه غالي وحس بالخطر على رفيع عمره، وقرر يطير عشان ينقذه. بس دجلة المرة دي ركبت راسها وقالت الواد الغلبان ده بسببي، وأنا لازم أجي معاك. وأركان حاول يمنعها وقالها ده شغل عيال، وسحبها بإيدها وسلمها للحرس عشان يكتفوها. بس دجلة طلعت بمية راجل وفلتت منهم، وركبت جنبه في العربية وقالت له لو ما خدتنيش بالذوق هاخدها جري وراك. فاستسلم أركان وهو خايف عليها، بس مفيش باليد حيلة. ووصلوا فعلا عند مكان قدير، وأركان طلب من دجلة تستنى بره، ودخل هو زي الأسد. وأول ما شاف فرمان نزل فيه ضرب وتلطيش ولا سجادة العيد، وما سابهوش غير لما فكرة تدخل وحشه عنه. وأركان جرى يطمن على أدير وكاله ما تقلقش هنخرج كلنا من هنا. وفي اللحظة دي فرمان كان بيكلم أخوه جيفان عشان يطمن على دجلة، وعرف إنها مش في القصر. وبمجرد ما بص جنبه لقى دجلة واقفة، فاتجنن ونزل فيها تهزيع عشان لابسة فستان قصير، وقعد يعايرها بالأصول والعادات. ودجلة المسكينة كانت هتموت من الكسوف، وحطت الكيس اللي لمت فيه حاجاتها، وكانت ناوية تهرب مع قدير قدام رجليها. وفرمان جرها لجوه قدام أركان اللي كان هينفجر من الغضب، بس رجال جيفان منعوه. والصدمة الكبيرة لما فرمان أخد شنطة دجلة وعرف إن فيها جاكيت أمهم اللي هو آخر ذكرى ليهم. وبكل جبروت وقسوة قلب قرر يحرق الجاكيت قدام عينيها عشان يحرق قلبها. ودجلة صرخت ودموعها نزلت نار، وأركان وقدير قلبهم كان بيتقطع عليها وهي حاولت تطلع الجاكيت من النار. بس فرمان عديم الإحساس زقها وقالها أنت متستاهليش ذكرى من أمنا. وهنا فرمان حط أركان في اختيار أصعب من الموت، وقاله يا تاخد مراتك وتسبلي صاحبك، يا تاخد صاحبك وتسبلي أختي أربيها. فبص أركان لقدير اللي ضحى بنفسه وقاله خد مراتك وروح يا صاحبي وأنا هستناكم. وأركان ما كدبش خبر واخد دجلة وطار بيها. وطول الطريق دجلة كانت بتنهار على ذكرى أمها، وأركان شايل هم قدير وطلب فكرة اللي مش عارف هينفذه إزاي. ووصلوا البيت وأم أركان استقبلته بالأحضان والدموع. بس أول ما شافت دجلة قلبت وشها وقعدت تولول وتقول أن حس دخل بيتنا من يوم ما جيتي. فأركان دافع عن دجلة وطلب منها تطلع ترتاح، ودخل يطمن أمه ويفهمها إنه هيحل كل حاجة. وبعدها أركان بدأ يخطط وقرر يكلم أخته نيلوفر عشان هي الوحيدة اللي هتساعده. وكمان كلم أخوه وقاله أنا عرفت إن ليك طار مع فكرة، وعندي الخطة اللي هتخلصنا. وداجلة كانت قاعدة في أوضتها، وأركان دخل يواسيها وقالها الذكريات في القلب وما بتتمحيش. دجلة استغربت من حنيته وقالت له أنت كنت خايف عليا. فأركان ماسك إيدها بحب، بس دجلة صدته وقالت له روح امسك إيد خطيبتك إنجي، إحنا كده كده هنطلق. فأركان بصلها بوجع وقال بس انتي لسه مراتي. وسابها وخرج وهو متضايق. ودجلة نازلة المزرعة كالعادة ورايحة لخروفها الصغير اللي بتعتبره البئر اللي بترمي فيه أسرارها. قعدت تعمل له أبديت وتفضفض له بكل اللي في قلبها، وقالت له شفت يا خروفي، أركان بعد ما اتجوزني وقعني في حبه. وقعني خلاص، بس أنا مش زعلانة. المهم هو يبقى مبسوط. بس تفتكر هيحبني في يوم؟ أنا حقيقي مش عارفة مشاعره. وبعد رغي طويل دجلة نامت في حضن الخروف. ولما صحت دجلة الصبح على صوت الخروف ولقيت أركان واقف قدامها وبيقولها أنت هنا؟ ده أنا قلبت عليك القصر كله. دجلة قالت له إنها نامت من غير ما تحس. فأركان طمنها وقالها ولا يهمك، بس يلا اجهزي عشان نروح الشركة. دجلة اتخضت وقالت له شركة مين؟ أنت عاوز فرمان يقتلني؟ ده كفاية اللي عمله فيا لما شافني بالفستان القصير. بس أركان بأسلوبه قعد يقنعها إنه هيحميها وإنها مراته، وطول ما هو معاها مفيش حد يقدر يلمس شعرة منها، لا فرمان ولا جيفان. وطبعا إنجي كانت بتتسمع عليهم. وهنا عرفت إنه جيفان السواق بيكون أخو دجلة. ودجلة ردت بوجع وقالت له إن ده وضع مؤقت وهيتطلقوا، ووقتها مفيش حد هيحميها من أخوها. فأركان بصلها بجدية وقالها إنه لسه ما طلقش ومش هيسيبها تتعذب. وفعلا دجلة قررت تطلع تجهز. الدراما بقى بدأت لما إنجي سمعت كل الكلام ده وهي بتلمع الأوكر
وطيران راحت لجيفان أخو دجلة التاني وقالت له بلهجة تهديد: اسمع يا حلو، أنا عرفت أنت مين وكل حاجة، فأنت دلوقتي هترن على أخوك فرمان دلوقتي وتقول له إن دجلة ماشية على حل شعرها وبتشتغل ولبسها مكشوف، فهمني؟ ولا أطردك طردة الكلاب من هنا. جيفان اضطر يوافق وهو مكسور. وفي الناحية التانية أركان كان بيكلم خطيبته القديمة برتشين اللي كانت بتحاول تلطف الجو بعد المصيبة اللي سوتها. فدجلة مع الصحافة على العشاء وقالت له إنها ممكن تساعد دجلة في الشغل، بس أركان قفل السكة في وشها وقالها خليكي بعيد. أركان ودجلة ركبوا العربية ودجلة كانت بتفتح سيرة الطلاق تاني وبتقول له: قول لي ميعاد الطلاق إمتى؟ وقالت له إن أخوها مش هيرحمها لو بقت لوحدها ولازم تتحمي في راجل وإلا تموت أحسن. ونرجع لجيفان اللي إنجي كانت واقفة فوق دماغه لحد ما خلاه يكلم فرمان ويقول له على شغل دجلة ولبسها. وفرمان طبعا اتجنن ونزل في أخوه تهزيق وقافل السكة في وشه. وجيفان قعد يعيط إنه هيخسر أخته التانية بسببه. ونيلوفر بتشوفه من الشباك فجت له وقالت له: أنت بتبكي ليه؟ وهو لم نفسه بسرعة وقال لها بلهجة قوية: مفيش راجل بيعيط. بس هي قالت له: لا بالعكس يا أخوي، مفيش حد بيعيط أكتر من الرجال. وأخدته ومشوا. نرجع لأركان ودجلة اللي دخلوا الأسانسير في الشركة وفجأة النور قطع. دجلة اترعبت وأركان استغل اللحظة ونور الكشاف عشان يعلمها كيف تضغط على زرار الدور ال16. وفي نفس الوقت فرمان وصل الشركة وعرف إن أخته شغالة هنا وقابل جيفان ونزل فيه ضرب وقال له: سايب أختك عار بيفلت قدام عينيك؟ فجيفان قال له إن إنجي عرفت كل حاجة وبتلعب بيهم دلوقتي. وفرمان قال له: دخلني دلوقتي ونتكلم بعدين. جوه الشركة أركان اتجمع مع إخوته وأبوه عشان يخططوا ضد فكرة اللي عاوز يدخل البرلمان، واتفقوا ووصلوا لخطة ذكية تودي فكرة ورا الشمس، بس لازم يبينوا قدام الناس إنهم مش طايقين بعض عشان تمشي الخطة، وهم في الحقيقة إيد واحدة. تيومان كمان قال إن معاه ورق يودي فكرة وراء الشمس، وأركان قرر يقدمه للرقابة المالية عشان يخلصوا من شره. ودجلة في الوقت ده كانت بتعاني من تنمر زمايلها في الشركة بعد ما انتشر خبر الصحافة اللي سوتها بورتشين وإنجي. ولما سألتهم بيضحكوا ليه وراها الأخبار، بس دجلة يا عيني ما بتعرفش تقرأ. ولما سألتهم على المكتوب قعدوا يتريقوا عليها. فدجلة مسحت بيهم على الأرض وقالت لهم: المفروض تسألوني أنا مش تصدقوا أي حاجة. وفجأة ظهر فرمان ودخل وراء دجلة، وهي أول ما لمحته طلعت تجري على السطح وهو وراها. وفي نفس اللحظة وصلت بورتشين. فرمان حاصر دجلة على السطح وهددها وقالها: مش ناوية تلمي نفسك وتعدلي لبسك وتوقفي الشغل؟ دجلة ردت بشجاعة وقالت له: سيب أركان في حاله وخليه يطلقني وأنا هشتغل وأجيب لك الفلوس اللي أنت عاوزها. فرمان استغرب من كلامها وقالها: أنت بترفضي النعمة برجلك؟ عايشة في قصر وبتنامي على ريش نعام وعاوزة تسيبيه؟ وفرمان محاصر دجلة على السطح وبيخوفها وهي بترجع لورا وخلاص هتقع من الطول. فقام بصلها بكل جبروت وقالها: اختاري يا دجلة، يا تموتي هنا وتسيبينا نعيش في العز ده من بعدك، يا تلمي نفسك، والمهم إنك مش هتطلقي من أركان. دجلة صرخت فيه وقالت له إنها مش عايزة تعيش مع حد مش عايزها. وفرمان زقها وهي كانت هتقع فعلا. بس في اللحظة دي وصلت بارتشين، وفرمان في تانية قلب تمثيل وعمل فيها البطل الخارق اللي بينقذ أخته من الانتحار. وبارتشين الغلبانة صدقت وفكرت إن دجلة كانت عايزة تنهي حياتها بسبب كلام الصحافة، وأخدتها في حضنها عشان تطمنها. نزلوا تحت وأركان أول ما عرف بالأخبار جرى زي المجنون يطمن على دجلة ولقى بارتشين معاها. وبارتشين أول ما شافته لزقت فيه قدام دجلة عشان تحرق دمها وتبين لها إنه ملكها هي وبس. وأركان طلب منهم يروحوا. وفي الناحية التانية عند فكرة اللي كانت مستنياه إنجي وسألته عن أخبار أدير. فكرة طمنها وقالها إن أركان هيجي ياخده. فإنجي اتجننت وقالت له: أوعى تسلمه لأركان، أدير أعرف إني أنا اللي جبت إخوات دجلة لهنا، ولو اتكلم هتكون دي نهايتنا. بس فكرة كان راجل في كلمته وقالها إنه وعد أركان بأدير لو ساعده يدخل البرلمان، وأركان نفذ وعده. وأول ما وصل أركان استخبت إنجي زي الفار وهي خايفه لا يشوفها. وأركان دخل هدد فكرة وقاله: ابعد عني وعن عيلتي نهائي وإلا هتشوف أيام سودة. وفعلا أركان أخد أدير في عربيته ومشي. أما بيرتشين فأخدت دجلة للجمعة عشان تتعلم القراءة والكتابة، ودجلة كانت طايرة من الفرحة. بس الصدمة لما شافت فريدة المسؤولة عن الملجأ اللي أخدت زليخة يومها وما بيحبوش بعض خالص. دجلة قالت لبرتشين إن فريدة شخصيتها صعبة، بس برتشين قالت لها إن فريدة شافت كتير في حياتها وعاشت مأساة، ولما لقوها
كانت فقدت الذاكرة من كثر التعذيب والضرب اللي هي كان فيها. وفي نفس الوقت فرمان كان مستني بره وطلعت له فريدة، والظاهر إنها تعرفه بس بتتصل للشرطة ويجوا يلموه. وجوه الملجأ دجلة شافت زليخة وأخدتها بالحضن وسألتها لو فريدة بتعذبها. فزليخة بتتكلم بدموعها إن فريدة حبستها وضربتها، وبتتذكر فعلا إن فريدة حبستها، بس هي ما ضربتهاش أبدا. بالعكس، كانت بتفهمها إن الجمعية بيتها ومش هتخرج منها تاني إلا لما تكون قوية. وزليخة بتبكي وتكذب على فريدة، بس طلبت من دجلة ما تتكلمش عشان ما تتعاقبش تاني. وفريدة بدأت تعلم دجلة الكتابة بس بأسلوب ناشف جدا. ولما دجلة كتبت كلمة كبيرة عيطت عليها وقالت لها إنها تبدأ بالحروف زي بقية الطلاب. وبعد شوية وصل أركان وأخد دجلة، وأول ما شاف تقدير معاه جريت عليه وحضنته وهي قلقانة، وفضلت مهتمة بيه وبجرحه وبتاكله بإيدها. قادر طمنها وقالها ما تشيليش هم، انت مالكيش ذنب. فدجلة قالت له إنها مش هتتجوز ولا حد عشان محدش يتأذى، وورته أول رسالة كتبتها بإيدها. وقدير فرح بيها جدا وقالها انت أحلى بنت في العالم. وكل ده وأركان واقف بره ونار الغيرة هتموته. حواء شافت أركان في الحالة دي وقعدت جنبه وقالت له ما تفكرش بقلبك بس ولا بعقلك بس، لو شايف إن حياتك مع دجلة هتنور كمل معاها، بس ما تظلمش نفسك ولا تظلم دجلة اللي ملهاش غيرك. أركان دخل أوضته وقعد يقلب في ورق جوازه من دجلة، ولمح بالصدفة إن عيد ميلادها النهاردة. طار من الفرحة وراح لها بسرعة ولبسها الجاكيت بتاعه وأخدها في العربية وقالها هعمل لك مفاجأة جبارة. وبرتشين كانت مراقباهم من بعيد وقررت تتحرك وراهم بعربيتها. وفي نفس الوقت ده في الشركة دخل فكرة وبدأت اللعبة الكبيرة. دخل فكرة الديوان بكل ثقة وبجاحة، قعد يرحب بنفسه ويستفز أسعد ويقول له أنا وصلت له هنا بمساعدة أقرب الناس ليك. وهو قاصد طاهر وتيومان، وكان فاكر إنه كده كسر أسعد، بس اللي ما يعرفوش إنهم كلهم عاملين عليه كماشة وراسمين الخطة صح. أسعد كمل التمثيل وعمل نفسه منهار ومعصب وقال إيه اللعبة دي؟ انتم كلكم عاملين عليها كمين. فكرة ضحك وقاله بالظبط كده، والمكان ده ما بقاش مكانك ولسه هيتمدي في الكلام. فجأة الشرطة اقتحمت المكان وقبضت عليه بتهم غسيل أموال وأعمال مشبوهة. وقتها طاهر قرب منه وقاله بانتصار ابلع يا فكرة، دي آخرة اللي يجي علينا. انت فكرت إننا ممكن نبيع أبونا؟ أركان كان طاير من الفرحة بطاهر وزمايله، واطمن إن كابوس فكرة انزاح من طريقهم. وفي الوقت ده كان أركان قاعد مع دجلة في كافيه جميل، ودجلة كانت مستغربة هو جايبها هنا ليه. فأركان غمز للنادل وطلبت الطلب المخصوص. دخل النادل ومعاه كعكة وقلم كريمة، وأركان ماسك إيد دجلة وكتب معاها اسمها على الكعكة، وحطوا 21 شمعة واحتفلوا بعيد ميلادها ال21. ودجلة كانت هتموت من الفرحة لأنها أول مرة تحس إن ليها قيمة وتعيش اللحظة دي. أما بارتشين فكانت مراقباهم من بعيد، والغل والغيرة بياكلوا قلبها وهي شايفة أركان سرحان في عيون دجلة وجمالها. ودجلة من كتر الفرحة دموعها نزلت، واحتفلوا مع زوجين عواجيز كانوا قاعدين وراهم وتمنوا لهم حياة سعيدة لحد ما يوصلوا لسنهم. وعلى الجانب التاني الدنيا ولعت عند نيلوفر اللي راحت لإيلين واتهمتها بالخيانة مع جوزها. وإيلين طلعت لها بنسة الشعر وقالت لها دي بتعمل إيه في بيتي لو ما كنتيش مع جوزي. نيلوفر حلفت لها إنها راحت له فعلا، بس مفيش حاجة حصلت. وفجأة الكلام اقطع بصرخة إيلين اللي جالها الطلق وبدأت تولد. نيلوفر اتفزعت ونادت على جيفان اللي دخل بسرعة وقال مفيش وقت للإسعاف ولازم نولدها هنا حالا. وبدأوا هما الاتنين يتصرفوا في ورطة ما كانوش يتخيلوها. نرجع لدجلة وأركان. أركان جاب لها الورد الأصفر اللي بتموت فيه، ووقفوا يتكلموا في الشارع بمنتهى الرومانسية. وبعدين أركان استأذن يروح يجيب العربية. وفي اللحظة دي ظهرت برتشين لدجلة وقالت لها تعالى معايا. دجلة رفضت وقالت مستنية أركان، بس برتشين كدبت عليها وقالت لها إن دي تكملة لخطة عيد الميلاد. وبمجرد ما دجلة شافت فرمان جاي بيجري عليها بالسلاح ركبت مع برتشين وهي مرعوبة وقالت لها اجري بسرعة. وفي بيت إيلين نيلوفر وجيفان نجحوا في توليدها، بس الفرحة ما تمت. نيلوفر اتصدمت لما لقت البيبي مش بيتحرك ولا بيصرخ، وقالت لجيفان بانهيار البيبي ما بيبكيش. جيفان أخد منها الطفل وبيحاول يفوقه والجو بقى مشحون بالخوف. أما أركان فكان في مصيبة تانية خالص، لقى نفسه في نص مطاردة مرعبة ما بين فرمان من ناحية وبرتشين ودجلة من ناحية تانية. دجلة كانت ميتة من رعبها وبتتشاهد، وبرتشين مش فاهمة إيه اللي بيحصل وبتحاول تسوق بأقصى سرعتها عشان تهرب. بس فرمان الجبروت
كان بيحاول يوقفهم بأي طريقة، وبدأ يصطدم بعربيتهم بكل قوة، وكل ده بيحصل قدام عيون أركان اللي كان هيتجنن من الخوف عليهم. والمطاردة دي انتهت بكارثة. فرمان خبط العربية خبطة قوية خلت عربية دجلة تتشقلب وتتحطم تماما، وعربية فرمان هي كمان لبست في الحيطة. وفي اللحظة دي أركان نزل من عربيته وقلبه هيقف، وبدأ يصرخ بأعلى صوته: دجلة، دجلة! وجري زي المجنون على العربية المحطمة، وطلع دجلة منها وهو بينهار، وبدأ يحاول يفوقها ويصرخ جنبها بوجع. وفي نفس الوقت كانت بارتشين لسه محبوسة جوه العربية وبتصرخ باسمه: أركان، أركان! بس الصدمة إنها كانت سامعاه وهو بينادي باسم دجلة بس، وكأنها مش موجودة في حساباته. وبس كده هنا بتنتهي حلقتنا النهاردة. وتفتكروا بقى دجلة ماتت ولا لسه في أمل؟ وبرتشين هتعمل إيه بعد ما شافت حب أركان لدجلة بعينيها؟ لو عايزين تعرفوا اللي هيحصل، اشتركوا وفعلوا الجرس عشان أول ما الحلقة الجديدة تنزل تشوفوها على طول. سلام.